السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفتنا وصفة ميني كليجة. الوصفة دي مرة ما شاء الله لذيذة صراحة. أنا سويتها أول مرة فحتلاقوا أخطاء واجهتني فانتبهوا من الأخطاء عشان أنتوا كمان تمروا بيها. طبعا أول شيء أنا فاشلة في فقس البيض. أول خطأ إنه المفروض أستخدم في الوصفة 3 بيضات حجم صغير. أنا استخدمت بيضتين حجم كبير. أنا قلت يعني ما شاء الله حجمها كبير فخلاص أحط بيضتين، فاخترعت من عندي كذا وفلسفت. حطيت بيضتين وحطيت هنا الحليب والزيت والسكر، قلبتهم مع بعض كذا في الخلاط في العجانة. وبعدين حطيت كاسة من الدقيق الأبيض وكاسة من الدقيق الحب أو القمح الكامل يعني هو الأسمر، وملعقة كبيرة بيكنج بودر، وخلطتهم مع بعض. فلاحظت العجينة إنها كانت ناشفة، فقلت خليني أزود البيضة الثالثة، وزي ما قلت لكم ما شاء الله تبارك الله حجم البيض كبير، فطلعت العجينة سايلة فزودت شوية دقيق، ما كترت، خفت تطلع ناشفة وأقعد يلا بيض ودقيق. فلاحظت إنه العجينة قوامها قريب من الكوكيز، فاضطريت إني أحط مرة زيت في يدي، دهنت زيت وكورتها كذا على شكل كور. ممكن تصغروا كور أصغر من كذا. فصراحة العجينة لازم تكون يعني تنتبهوا للنقطة، ما تكون مرة ناشفة قاسية ولا تكون مرة يعني تلصق في اليد. تلصق في اليد بنسبة مرة بسيطة، يعني تحطوا الزيت إذا تدهنوا يدكم بشيء بسيط، تدهنوا يدكم يعني ما تكون مرة يعني تلصق في اليد، لأنه كذا صار قوامها زي قوام الكوكيز. الحين هتعرفوا ليش زي قوام الكوكيز. فدخلت الفرن على 180 درجة تقريبا 10 دقايق. طبعا لازم تكونوا فاتحين الفرن من قبل ما تبدأوا. وهنا بديت أجهز الشيرة. حطيت كاسة سكر وكاسة موية وملعقتين عسل وملعقة صغيرة قرفة بودرة. طبعا إذا كان عندكم، الأفضل إنكم تستخدموا ليمون أسود بودرة، يعني يكون من السوبر ماركت تجيبوه. أنا ما كان عندي وما أدري هو أصلا إذا كان فيه أو لا. طحنته في البيت بس ما هو راضي ينطحن معايا ناعم، يعني مرة شكله أزعجني. بس هو الشكل، لكن الطعم مرة ما شاء الله صراحة. أنا زودت كمان شوية، يعني نكهته حلوة في الكلاجة. فعلى نار هادئة نقلب إلين كلهم كده خلاص يذوبوا. يذوب السكر وينخلط ويصير لونه زي العسل. هنا وأنا منتج قلت لو صفيت الليمون يعني كان شكله حيكون يعني أحلى، بس الحمد لله إنه أهم شيء الطعم كان حلو. هنا خلاص الشيرة جهزت والكلاجة جهزت. شوف كيف ما شاء الله كيف حمرت من تحت. هنا شوفوا لما قلت لكم صارت زي الكوكيز، اتشققت. المفروض هي ما تتشقق، تكون ناعمة زي المعجنات، ما تكون كده متشققة. هذا كله بسبب إنه العجينة كانت زي قوام الكوكيز، كانت تلصق في اليد. يعني لازم نحط يعني متماسكة زي ما انتم شايفين، بس إنها كانت تلصق، ما كانت ناشفة يعني كذا متماسكة، لا، كان قوامها قوام كوكيز. فالغلط كله في البيض، فانتوا انتبهوا من ناحية البيض. فكذا خلاص الحمد لله حمرت من فوق وتحت، وريحتها ما شاء الله مرة كانت خطيرة، مرة ما شاء الله تبارك الله الريحة. انتوا تجربوها ان شاء الله بنفسكم راح تحكموا. وهنا خلاص الكوكيز الكليجة وهي حارة حطيتها في الشيرة وهي حارة. طبعا الشيرة كل ما تبرد كل ما تتقل أكتر، كل ما يكون قوامها زي العسل أكتر. فانتوا حطوا بسرعة الكلاجة في الشيرة وقلبوا كذا، قلبوا إلين خلاص تحسوا إنه بدأت الشيرة تتقل وتصير عسلية زي العسل. وبعدين أبدأوا رصوا الكلاجة في صحن التقديم اللي انتوا حابينه. وإذا كان في يعني شوية كان في شيرة حطوها على الوجه، أو إنكم تحطوها في صحن كده وتغمسوا بيها، مرة تطلع رهيبة مع فنجان قهوة، مرة ما شاء الله بيرفكت. الكلاجة دي صراحة سويتها لحفلة يوم التأسيس، كانت مرة يعني مناسبة لهذه الحفلة. يعني هذه الكلابة طبعا طبيعي مناسبة للحفلات دي اللي تكون يوم التأسيس، اليوم الوطني، الشيء التراثي يعني. فصراحة يعني ما شاء الله تبارك الله مرة عجبتهم. وطبعا ما كان في ناس كتير، فكانت أطباق محددة من الحلا، وكان الحلا اللي أنا سويته من كليجة كان يعني ضمن الأطباق. فتبارك الله يعني هو الوحيد اللي غلق، وكانوا يقولوا ادينا الطريقة، ما يدرون أنا عندي قناة. ما حد ما يدري طبعا، ما قلت له انا عندي قناه، لا طبعا سكت يعني، وقلت لها طيب ان شاء الله ديك الطريقه. فما شاء الله غلق. وشوفوا كيف شكلها صراحه يحزن. بس طعمها مره رهيب وتدوب في الفم. والصوص صراحة مرة 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 لذيذ، ما توقعته من شكله. أنا صراحة ما توقعت الطعم بيكون مرة زي كذا طعم. وشوفوا كيف ما شاء الله مغرق الصوص، مرة رهيبة. وتقدموها بالطريقة اللي انتوا حابينها.
وبكذا نكون انتهينا من وصفتنا، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم دحين رمضان. كل عام وانتم بخير، تسووها في رمضان إن شاء الله وتكون معاكم يعني صراحة أحلى حلا بعد الفطور مع كاسة أو فنجان قهوة. وبالعافية عليكم يا رب، علينا وعليكم. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا اللايك، وإذا ما كنتم مشتركين يعني تشتركوا. وإن شاء الله بإذن الله أنزل فيديوهات تانية قد ما أقدر، تكون أطباق رمضان، أطباق رمضانية. وكذا نقول شكرا على المشاهدة ومع السلامة.